يا صباح الخير على حبايب قلبي، والله العظيم تاني وحشني. عارفين النهارده رايحين فين ولا لسه هتتفاجئوا؟ النهارده رايحين الاسماعيليه. تا 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 تا. ايوه يا جماعه، انا اول مره في حياتي اروح الاسماعيليه النهارده على فكره، ومبسوطه جدا ومتحمسه عشان رايحين ناكل اكله سمك، وكمان هنجيب مانجا من هناك، لان مانجا الاسماعيليه تحفه طبعا، كلنا عارفين الكلام ده. انا جايه لكم يا اسماعيلاويه، هخرب الدنيا عندكم. نركب بقى الحاجات، مش هقول لكم واحرق لكم الفيديو، خلينا بقى نستمتع. وهنا دخلنا على الكارتة، ما كنتش عارفه اصلا ان احنا هنعدي على الكارتة والكلام ده كله، انا ما كنتش عارفه حاجه. وهنا طماطم كانت بتحاول تكلم محمد، بس محمد ما كانش معبرها، قلت لها بصي مش راضيه اعبرك، وهي برضو مصممه ان هي تلعب، قلت لها تلمي بقى خلي عندك دم. المهم بصوا يا جماعه، يمين وشمال مزارع، يعني حاجه بصراحه فوق الخيال. انا بحب الجو ده جدا، لان بصراحه مهما دورت عن المتعه مش هتلاقيها غير في وسط الاماكن الطبيعيه، وسط الطبيعة والشجر وريحة الأرض كده وهي مبلولة. بجد المنظر والريحة والمتعة دي مش هتلاقيها في حتة تانية. وعلى فكرة محمد اللي كان بيصور، بس مش هنتكلم بقى يعني عشان هو كان قاعد قدام، فنستحمل بقى، بس تصويره يعني جامد، محدش ينكر، تمام؟ عشان ما ايه، مش عايزين اي كلام. بصوا يا جماعه، الشارع ده كان تحفه، برضو تحفه، كنت شم ريحه المانجا كده، يمين وشمال مانجا، اللي هو عايزه يا جماعه اركنوا على جنب ناخد مانجا. هنا خلاص وصلنا، هناكل عند مطعم الفارس، ده مش دعايه يا جماعه ولا حاجه، بس حظنا ان احنا كنا في مطعم كويس فبقول عليه. اتبسطنا بصراحه، وادي المطعم من جوه. بصوا يا جماعه، معرفش كان يوم كان يوم ايه ده، انا مش عارفه يعني التجمع العائلي ده كله كان بسبب ايه، مش عارفه برضو. كان زحمه جدا. المفروض ان احنا كنا نروح الصبح، ما كانش هيبقى موجود اصلا الكلام ده كله. وهنا الاكل نازل، سلطات بقى وبابا غنوجك ودلعني. هنا ده اللي هو اسمها ايه، ام الخلول، والكابوريا وسمك سنجاري وبترفلاي وكده يعني، وظبطنا الدنيا وهم مكاننا وخلاص. محمد قال يلا نركب الفلوكة، نزلنا نتمشى رايحين للفلوكة. وده احنا خلاص اصلا اتفقنا، وهو فاكر ان احنا عيلة تانية يعني. هنركب بقى الحلوة العسول، اكيد طبعا انا. استمتعوا بقى. تحفة. وقت الغروب كده الدنيا بتبقى تحفة. وهنا كان الفلوكة اللي جنبنا كان ناس مشغلين أغاني وكده، وكانت زيطة زنبليطة. معرفش ليه بقى اللي احنا كنا راكبينها كان مشغل لنا طبلة، يا عم يهديك يرضيك طبلة، ولما غيرناها جاب لنا طبلة تاني برضه. هنا خلاص مروحين والحمد لله. ناس غريبة جدا ولا أي شيء كان عاجب، يجيبوا علينا يقولوا طب ما تجيبوا الحواجب. ناس غريبة جدا ولا أي شيء. خلصنا فقرة الغنى بقى.